السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نتمنى نلقاكم بأفضل حال وفي صحة جيدة يا ربي. في الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نشوفوا فيه الرغيفات المعسلين اللي كيجيو لذاذ بزاف. الرغيفات اللي ما كيخطاوناش في الطبلة ديالنا ديال العيد، سواء عيد الأضحى ولا عيد الفطر، وما كتفرقنا على عيد الأضحى إلا أيام قليلة. بغي نقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو يا ربي. وكيف كتشوفوا هنا الرغيفات راهم كيوجدوا بصراحه البنات، يعني تقدري في واحد نص ساعه تكوني صافي ساليتيهم، في ساعه كيوجدوا. كنديروهم وكنوجدوهم في مره واحده، صافي كيبقينا غير نقليهم ونعسلوهم. يعني كل واحد والطريقه ديالو. كاين اللي كيغطسهم في العسل، يعني كيخليهم في العسيله ديالهم. بالنسبه لي انا غير كنسقيهم به من الفوق باش ما يجوش شاربين لي العسل بزاف. انا كيف كتشوفوا زينتهم باللوز ايفيلي اللي حمرته شي شويه في المقيله، وزينتو عليه بهم من الفوق مع الورد البلدي. هادو جوج ديال الحوايج اللي كيعطيو الهمه، يعني ملي كتحطي شي حاجه اللي تقليديه كيزيدوها كتبان هماويه. وهنا غادي نفتح معكم واحد الوحده عاوتاني البنات راه كتقرمش، يعني غير كان صداع ديال الوليدات وهذا داكشي علاش ما خليتش الصوت، ولكن راه كتقربش من على برا ومن الداخل هشيشه وفتيه كتذوب في الفم. غير جربوهم غادي يعجبوكم بزاف بزاف. وبلا ما نطول عليكم غندوزو للمقادير اللي غادي نحتاج فيها. الكاس ديال العنبه ديال الحليب، عندي 2 ديال المعالق ديال الماء زهر كبار، عندي ساشي ديال الفاني مع حبات ديال المسكه الحره، شويه ديال الملح، الخماره الكيماويه يعني الخماره ديال الحلوى، والنافع اللي طحنته حمرته شويه في المقيله وطحنته. عندي الزبده اللي كتكون مذوبه والقرفه. وبالنسبه للدقيق الكميه ديالو غادي نحتاج 250 غرام، يعني رابعه. تقدروا تضاعفوا الكميه. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي ندير المسكه الحاره مع السكر ديال الفاني، وغادي ندقهم في المهراز حتى يعني حتى تولي عندي ديك المسكه على شكل ديال البودر، وغادي نضيفها على الدقيق ديالي. هنا كيف كتشوفوا صافي غادي نزيدها عليها. غادي نضيف ليهم واحد راس معلقه ديال الملح. هنا المعلقه اللي استعملت هي المعلقه ديال القهوه، هذيك المعلقه الصغيره. صافي بالنسبه للخميره ديال الحلويات حتى هي غادي نستعمل راس ديال المعلقه، تقريبا واحد 2 غرام. غندير معلقه صغيره اللي عامره ديال النافع، معلقه صغيره اللي عامره ديال القرفه، كتعطيهم واحد النكهه ولذه زوينه بزاف. صافي هادو هما النواشف اللي غادي نستعمل. غادي نخلطهم مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نزيد عليهم 2 ديال المعالق كبار ديال الماء زهر. ما زهر البنات ماشي ما ورد. وهنا عندي واحد المعلقه كبيره اللي عامره مزيان ديال الزبده وذوبتها، اللي كتعطيني تقريبا واحد 40 غرام. صافي هنا غادي نبدا نجمع بالحليب غير بشويه بشويه. العجينه ديال الرغيفات ما كتبغيش تكون مطلوقه، يعني كتبغي تكون واحد العجينه اللي تكون قابطه في راسها، يعني قاصحه شي شويه بالقياس. يعني بالضبط هزت معايا كاس لاروب ديال الحليب، يعني الكاس ديال العنبه اللي عبرت به. انا غادي نوريكم شحال بقى لي فيه. صافي من بعد ما جمعت العجينه وحاولت انني ندلكها شي شويه، صافي غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق، يعني ماشي بزاف، غير علاش من يعني نجمع الدنيا ونغسل الماء اللي كيكونوا عندنا. هنا كيف شفتوا راه هذيك هي الكميه ديال الحليب اللي بقات عندي. صافي من بعد غادي ندوز باش غادي نرجع العجينه ديالي ونبدا نشكل فيها. هنا غادي نحتاج المايزينا اولا النشا ديال الذره، هي اللي غادي ندير باش غادي نسرح الرغيفات ديالي، باش هكا من بعد ما غادي نبداو نقليو فيهم
الا استعملنا الدقيق غادي يجونا بحال مدقصين وما غاديش يتحلوا معانا، يعني من الداخل ما غيجوش محلولين، يعني كل ورقه بوحديتها. بالعكس ديال النشا يعني كتخليهم انهم يتحلوا وما كيتفكوش، يعني ما كيتفرتوش. صافي هنا غادي كنطلقها بالمدلك. شديت الكره اللي عندي قسمتها على جوج وغادي نطلقها مزيان بالمدلك. هي من الاحسن لو اننا نطلقوها يعني على شكل اللي تيكون مربع باش تجينا مقاده. انا هنا كنت زربانه شي شويه، هذاك الشيء علاش صافي غير دغيا طلقتها وغادي نبدا نلوي فيها، يعني تقريبا تكون فيها واحد 3 ديال السنتيم. غادي نجي حتى الاخر وغندير في الجنيبات الماء، يعني غندير واحد البانسو اللي كنخدموا به في الكوزينه، غنبقى نديرو في الماء وندوزو به على الجنيبات، هو اللي غادي نلصق به العجينه. وكونوا على يقين راه ما غاديش تحل معاكم، هانتوما غادي تشوفوا كلشي على عينيكم. صافي من بعد ما لويتها وقاديتها غادي نحطها ترتاح شي شويه بيد ما لويت الثانيه. من بعد غادي نرجع الاولى، غادي نبدا نسرح فيها بالمدلك يعني بالطول هكا. كنحاول نسرح فيها يعني نرقوها علاش ما قدرنا قد ما جات رقيقه قد ما كتجي زوينه وكتحل لينا في القلي. صافي كنسرح فيها مزيان. من بعد غادي نبدا نقطع فيه بواحد السكين اللي تيكون حاد القياس اللي بغينا. صافي هنا هذوك الجنيبات غادي نحيدهم. من بعد غادي نكمل الجزء الاخر حتى هو بنفس الطريقه، غادي نسرح مزيان بالمدلك وغادي نقعد نقطعو بالسكين. كنحاول يعني نديرهم يجيو قد صافي كناخذ القياس واحد وحيده واني كنبقى غاديه. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل يعني العجينه كامله اللي عندي، ومباشره غادي ندوز باش نقليهم. هنا درت واحد الكاسرو، هنا درت فيها واحد الكميه ديال الزيت وخليتها حتى سخنات. من بعد غادي نقص عليهم النار وغادي نبدا نلوح في الرغيفات ديالي وندير فوق منهم الزيت بالمعلقه، يعني كنخوي فوق منهم الزيت. قد ما انا كنخوي فوق منهم الزيت قد ما هما كيتنفخوا ليا. ها انتما كيف كتشوفوا يعني راه ما كيتحلوا ما حتى شي حاجه، كيجيو منفوخين من الداخل يعني مهويين وطايبين، يعني نقصوا عليهم النار باش يطيبوا وياخذوا لنا ويشدوا لنا واحد اللون اللي تيكون مذهب وزوين، يعني لون اللي تيكون موحد. صافي كيف كتشوفوا انتما كنسقيها من الفوق بالزيت. غير هنا شويه ردوا البال مع الزيت تكون سخونه على قبل يدياتنا. صافي غادي نبقى بحال هكا حتى نستمر يعني بنفس الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للرغيفات اللي كنحيد فكنديرهم في واحد الصفايه اللي كنكون حاطه حدايا هكا باش يتسقطروا لي من الزيت مزيان، يعني ما يبقاش فيهم الزيت، ماشي مباشره كنديرهم في العسل. من الاحسن اننا حتى نصفيهم مزيان من زويته اللي كتكون فيهم ديال القلي، عاد من بعد نديرهم في العسل. الا كنا غادي نخليهم في العسيله ديالهم نخليهم في العسيله، الا كنتو غير غادي تسقيوهم من الفوق نسقيوهم من الفوق. صافي هنا كيف كتشوفوا كيف كيبانوا لكم من الجنيبات، كيف كيبانوا يعني كيبانوا الجنيبات ديالهم مورقين وكيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف. صافي من بعد غادي نخليهم واحد شويه من يتسقطروا، غادي نبدا نسقي فيهم نحطهم بحال هكا في واحد الزلافه وكنرش عليهم غير بالمعلقه من الفوق العسل. راه غير بحال هكا وكيجيو حلوين، يعني مع الساك الا درتوهم يعني الا غطستوهم كاملين في العسل فراه غادي يشربوا العسل بزاف من الداخل وغادي يجيو عامرين بالعسل، يعني يجيو حلوين فوق القياس. واكيد كيبقى كل واحد على حساب الذوق ديالو. صافي كنبقى نسقي فيهم هكا، كنحط وحيدات وكنسقيهم. بالنسبه للزينه يعني تقدروا تبقى اختياري نزينوهم باش ما بغينا سواء باللوز ولا بالكاوكاو كونكاسي، اي حاجه متوفره عندنا. لا كيف كتشوفوا هزو كيذوقوا عاد من بعد زيدي نلعب فيهم العسل من الفوق
وكان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى ان الرغيفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، وإلا جربتوهم ما تنسونيش من التعليق ديالكم. هنا غادي نكون وصلتنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. ما سخيتش بكم، نتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد.